تسأل هذه الأخت الفاضلة وتقول: السلام عليكم، عندي سؤال. لماذا تقول بأن عائشة خالفت أمر النبي لما قال لها لا تخرجي وبعد موته خرجت؟ هل هذه الرواية صحيحة؟ الجواب: نعم. عائشة لا فقط خالفت أمر النبي، بل خالفت أمر الله سبحانه وتعالى الذي قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتفسير هذه الآية كما جاء في كتاب تفسير القرآن للسمعاني يقول: قوله تعالى وقرن في بيوتكن، وعن ابن مسعود أنه قال: ما تعبدت الله امرأة بمثل تقوى الله وجلوسها في بيتها. وفي بعض الآثار أنه قيل لسودة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: قد حججت واعتمرت، وقد أمرني الله تعالى أن أقر في بيتي، فلا أريد أن أعصي الله تعالى، فلم تخرج من بيتها حتى أخرجت على جنازتها. الله أكبر. هل شاهدت ماذا قالت سودة زوجة رسول الله؟ قالت: قد أمرني الله تعالى أن أقر في بيتي، فلا أريد أن أعصي الله. إذا الخروج هو عصيان لله. وأيضا قال عمار لعائشة كما جاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم، يشير إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكن. فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. تعترف عائشة أن قول عمار هو الحق، وأنها خالفت أمر الله سبحانه وتعالى، لأنها خرجت من بيتها وذهبت في وسط الرجال في سفر دام أكثر من شهر، يعني أكثر من 1700 كيلومتر إلى البصرة. وأيضا خالفت أمر رسول الله الذي حذرها من هذا الخروج، وقال لها كما جاء في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي يقول: وعن ابن عباس قال رسول الله لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعدما كادت. رواه البزار ورجاله ثقات. رسول الله يقول أنها ستخرج للكيد وليس للإصلاح ولهم يحزنون، وبسببها سيقتل الصحابة والتابعين. فهو لم يكن يمدح عائشة بل يذم هذا الخروج. فلو كان رسول الله أمرها أن تخرج لما قالت أنها تريد أن ترجع. إذا نفهم أن رسول الله لم يأمرها بالخروج ولم يقل لها اخرجي للإصلاح، بل أمرها أن تقر في بيتها. ومع هذا عصت أمر الله ورسوله وخرجت في جيش يتكون من 30,000 مقاتل ومعهم أسلحة. فهل يا عباد الله من يخرج للإصلاح يخرج ب30,000 مقاتل ومعهم أسلحة؟ واضح جدا أن نية عائشة ومن معها هي الحرب. من يخرج للإصلاح يخرج ب3 أشخاص أو 10، وليس ب30,000 مقاتل ومسلحين. واضح وضوح الشمس أن عائشة خرجت للحرب. أما قضية الإصلاح فالذي اخترع حجة الإصلاح هو الزبير وليس رسول الله، كما جاء في كتاب مسند أحمد يقول عن قيس بن أبي حازم أن عائشة قالت: لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير: ترجعين؟ عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. إسناده صحيح. فالذي اخترع الإصلاح هو الزبير. قال الإصلاح خشية أن يرجع الجيش بعدما شاهدوا نبوة رسول الله تتحقق أمامهم بنباح الكلاب. فماذا فعلت عائشة بعدما تأكدت من كلام رسول الله؟ اتبعت كلام الزبير بحجة الإصلاح كي لا يرجع الجيش، لأنهم كانوا قد اقتربوا من البصرة. وإلى اليوم ولا شيخ واحد بين لنا ما هو هذا الإصلاح. وماذا كانت عائشة تريد أن تصلح في العراق؟ هل كانت تريد أن تصلح الكهرباء؟ فأفيقوا يا عباد الله، لا يضحكون عليكم بالإصلاح. فهو قول الزبير الذي قال له رسول الله أنه سيقاتل الإمام علي وهو ظالم له. قال له: ستقاتل الإمام علي وأنت له ظالم. ولم يقل له رسول الله: يا زبير أنت ستخرج للإصلاح، بل قال: للقتال والظلم لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فإذا كان الزبير خرج للقتال والظلم فنفس الشيء ينطبق على عائشة وطلحة، كلهم خرجوا للقتال والظلم والجور والفساد. شاهدوا معي ماذا قال خبير الفتن وهو حذيفة بن اليمان الذي أخبره رسول الله بكل الفتن التي ستقع من بعده. جاء في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم يقول عن أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمر وابن ضليع إلى حذيفة بن اليمان وعنده سمعان من الناس، فقلنا: يا حذيفة، أدركت ما لم ندرك وعلمت ما لم نعلم وسمعت ما لم نسمع، فحدثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فقال: لو حدثتكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بالليل القريب. قال: قلنا: ليس عن هذا نسألك، ولكن حدثنا بأمر لعل الله أن ينفعنا به. قال: لو حدثتكم أن أم أحدكم، يقول أم أحدكم، من هي هذه الأم؟ هي عائشة، تغزو في كتيبة. إذن خرجت للغزو والحرب حتى تضرب بالسيف. ما صدقتموني، عائشة خرجت تضرب بالسيف يعني للحرب والقتال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. إذن عائشة عصت أمر الله ورسوله. فما هو جزاؤها؟ يقول تعالى في سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن عائشة في النار،
ولست أنا من يقول، بل هي كتبكم، أنا لا دخل لي أبدا. وكل هذه الأدلة وهذا الرد المختصر جدا لن تسمعوه من مشايخكم أبدا، لأنهم لا يريدون أن تعرفوا هذه الحقائق. لا تبحثوا فيما وقع بين الصحابة، لا واقعة الجمل ولا غيرها، لا تبحثوا أبدا. أنتم فقط اجلسوا واسمعوا التردي عن الظالم. سيدنا رضي الله عنه قتل سيدنا رضي الله عنه، وكلاهما في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، الله خلق لكم عقول، فابحثوا واقرأوا ولا تثقوا بهؤلاء المشايخ، فهؤلاء فقط يريدون أن يحجبوا عنكم الحقيقة.